انت هندي؟ هندية؟ أيا هندية؟ نهي انت هندي، اساس يحكي هندي يقول له سبيك انديا. هذا الجن انهزم من الهند من كثر البهارات الحاره اللي يحطوها بالاكل، واجت تلبس بهاي المره ايش قد رقصت بالقاع ما خلاها تذب العبايه حتى ما ينكشف وجهها. هيك جني خلوق ومؤدب انا ما شايف، عمري كله اشوف افلام هنديه ابد ما سمعتهم يقولون اي لا اله الا الله لوكادي سوكادي. لا اله الا الله سوكادي، لا اله الا الله لوكادي، اطلع بقدرة الله. ايا راح يطلع مو جني هندي، راح يطلع شوروخان ويثقبك لان دمرت اللغه مالتهم. ابو دروب يقول للجني اسكت هسه ما عرفنا الجني هذا هندي لو عراقي، والاضرب منها يقول له اطلع راح احرقك. لا اله الا الله سكادي، لا اله الا الله سكادي، احرقك تطلع له لا اسكت راح احرقك. بشنو تحرقه؟ بالدر نفيس الفحص الشايله بيدك؟ بس قل لي ايش تفحص الحار لو البارد؟ اثبت لك على شغله رحمه جدك التاسع عشر، انت روحاني وكهربائي، دكاف تشذب مو راح ادخل هالدر نفيس لا صدق هو هذا الجني منين يدخل للانسان؟ شوف الشيطان اللعين لعنة الله عليه راح يقرا نقطة الضعف عند الانسان، الخوف مالته شنو؟ زين، فراح يدخل له اما عن طريق الشيرج، يعني راح يدخل له طريق خاص يتمركز في منطقة المخيم. نقطة ضعف الانسان هي الشيرج، والشيطان يستغلها ويدخل من خلالها ويتمركز بالمخيخ. يعني اذا تقول ان الجني يدخل من الطيب ويتمركز بالدماغ، ماشي نعبر لك اياها؟ زين والعنده بواسير منين يدخل له؟ هذا لازم يثقب له بغير مكان. حج ثقة بنصيحة اخوية، انت لو تفتهم ثقب لك ثقب بين سنيناتك وشد لك سن وسد الفتحة الصايرة شهيرة، تطلع بالقنوات الفضائية على اساس تشفي الناس من الامراض وانت مريض وبيك سكر. عالج نفسك بالاول. زين انت مو تقول انا احسن من الدكتور؟ ايش عندك رحت لبنان تسوي عملية بواسير؟ ها؟ علاج روحاني واشفي الناس وما اعرف ايش، ورايح تسوي عملية بواسير بلبنان. ما كان طيب بثقبك لعد. لا انت بس ابو علي الشيبان جواك. والله ما اعرف عنده بواسير بس قالوا لي. يا عمي انا ما اعرفه، انا عارفه ياهو بس ما يسوى ذكره. صدقني استاذ يمكن ساحه فيها تقريبا ازيد من 1000 واحد، يمكن لقوا تقريبا 200 واحد، عنده صوره وصوت خليجيين على علي الشيبان وغيره يشوفون اياه. من هذا الذي يخوفني؟ انا امريكا بعظمتها ما خفت من أته يخوفني دجال، هذا اصلا ما يستحق الرد. وانا خابرني ترامب، وانا خابرني اوباما، انت منو؟ انت احد ما يسوى ذكره لان هو كان دمبكشي. اللي يجي كبار الشيخ احمد الوائلي هذا الفقير والله الا اثق بثقب، بس اقول له الكلمه هاي اثق بثقب. على كيفك يا دري الهمر، انت تقول اثقبه وهذاك يقول بوتين دز عليه وطورت له السلاح الروسي واحنا نشتري السلاح من روسيا بالدين. مسيلمه الكذاب ما يلحقكم بالكذب. دثقبه وخلصنا منه وخلي هو هم يثقبك ويخلصنا منك. دثاقبه وخلي نخلص من هذا عصر الجهله والمثقوبين. شايفين هذا التورش اللايت، هذا التورش اللايت. حج ثقب، تعرف الله سبحانه وتعالى ايش راح يسوي لك انت والشيباني وشكو دجال مثلكم؟ شغله واحده بس راح يسويها، راح يثقبكم ثقب بيوم القيامه.